لذلك ربنا بيقول ايه بقى؟ يقول يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معاملة مين؟ عاملة المحب. الجبال قالت له اسقط على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي في الله، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم أمين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. مكملين في التنظيفات بتاعتنا ان شاء الله. النهارده هنكمل تنظيف المطبخ بتاعنا وترتيبه كمان. يلا نقول بسم الله ونشوف عملنا ايه في الروتين بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الروتين، فضلا وليس أمرا يا بنات، ما تنسوش تدعموني باللايك فضلا وليس أمرا. ولو انت لسه جديدة بتشوف القناة لأول مرة، طبعا تشرفيني وتنوريني وتسعديني. إذا باشتراكك في القناة اضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو، اضغط اشتراك وفعل كلمة الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. تعالوا نقول بسم الله ونشوف عملنا ايه النهارده في يومنا وفي روتيننا. اول حاجه بدات بيها هي ان انا غسلت التلاجة. طبعا هي اللي كان عليها الدور كده كده في التنظيفات في الجنب ده، عشان كده اكون خلصت الجنب اليمين. فشلت كل حاجه منها يا بنات زي ما انتم شايفين كده. شلت بس التلاجة من جوه، ولكن الباب سيبته زي ما هو بما ان المطبخ عندي صغير. ما بي مش هعرف افك كل حاجه في التلاجة. فكيت بس كده الارفف الاول، شلتهم غسلتهم كويس جدا. وكمان هنا بدات اجيب ميه بخلي كده بشويه صابون من بتاع المواعين، وبدات اغسل التلاجة. مش دايما بصراحة بعمل التنظيفات دي، انا بعملها كل فين، كل مدة طويلة، ممكن كل شهرين ثلاثة. ليه بغيب عليها كده؟ لان هي بتفضل معايا نظيفة طول الوقت. يعني انا دايما بعمل لها تنظيفة اسبوعية لما بجيب الطلبات او المشتريات الاسبوع بتاعتي. بنضف التلاجة، بعمل لها دورة تنظيف كده، اول نمشي بمشي عليها بفوطة مبلولة بالخل، وبمسحها كويس جدا وبنضفها. فما بتكونش محتاجة ان انا افكها كل شوية واغسلها كده واعمل لها تنظيف العمود اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجه في التلاجة يا بنات، في فتحه صغيره تحت دي، السقنطوطه اللي هناك دي اهم حاجه في التلاجة. دي اللي لازم فعلا تحافظي على نظافتها، دي اللي تخلي معاكي التلاجة بتاعتك نظيفه، ريحتها حلوه طول الوقت. لان هي لو جه فيها اي حاجه كده صغيره ممكن تقفلها خالص وتعمل معاكي ميه في التلاجة. هي دي اللي فعلا بتعمل ميه في التلاجة، وكمان بتبوظ لك الخضار وبتخلي التلاجة بتاعتك ريحتها وحشه خالص. فلازم كل اسبوع كده تبقي تنضفيها، تشيلي الدرج بتاعها او الرف بتاعها وتبص عليها وتنضفيها طول الوقت، تحافظي على نظافة التلاجة بتاعتك من المكان ده. شايفين انا بنضفها بايه؟ بنضفها بقطنة من بتاعة الودان. شايفين هي نظيفة وزي الفل، طول ما هي بيضة كده معاكي فهي نظيفة. خلي بالك لو تلاقيت مية في التلاجة على طول اعرفي ان هو من المكان ده. طبعا انا غسلت الارفف بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، ورجعتها زي ما هي تاني على طول، لان ما عنديش مكان واسع ان انا احطهم فيهم ينشفوا براحتهم. فرجعتهم من التلاجة تاني. وبصراحة بخاف عليهم لحاجة تقع كده بتتكسر وانا بغسل والمكان ضيق عندي. فبحب ان انا اغسلهم وارجعهم تاني على طول، انشفهم وارجعهم تاني في اماكنهم. وكمان زيادة تأكيد جبت شوية كده من البيكنج باودر. حطيتهم كده في بولة وحطيتهم في التلاجة عشان لو فيها اي روايح بعد التنظيف تشيلها، لان طبعا ريحة الصابون والخل والحاجات دي. وفتحت كده باب التلاجة شوية، وبعد كده شلت الباب نضفته كويس جدا، كل الارفف بتاعة الباب ومسحتهم. أنا غسلتهم ونشفتهم ورجعتهم تاني. بس انا بحب افرش مفرش كده يا بنات او اي حاجه في الباب، في الارفف بتاعه الباب. فبصراحه شلت من الفرش اللي كانت عندي لان كل ما كانوش زي بعض. وبدات اجيب ورق الخبز. عارفين ورق الخبز اللي احنا بندخله كده الفرن نحط عليه المخبوزات بتاعتنا؟ بطبقه كده طبقتين وبحطه كده في الرف. اولا بيحافظ لي على الرف يفضل معايا نضيف، لو اي حاجه وقعت عليا يعني او اتبهدل بشيله بغيره وبحط واحد نضيف. وكمان بيثبت لي الحاجه جنبها عشان ما تتزحلقش مني من الباب، لان ساعات مثلا ولاد بيفتحوا الباب بسرعه، يعني بيشدوا الباب كده على طول بسرعه، فممكن حاجه تقع تتكسر ولا حاجه. فلا، لما بكون حاطه مفرش او اي حاجه بتكون مثبته لي الحاجات في الباب زي ما انتم شايفين. وكمان المفارش دي حلوه جدا يا بنات، انا كنت جايباها من اكشن متينه. ما هماش رقيقين، لا ده الاجمد كمان، تحس هما جلد، تحس ان هما جلد مش الورق الخفيف البلاستيك. فانا جايباهم حلوين برضو، بيحافظوا لي على الارفف بتاعه التلاجة نظيفه. وكمان بيحافظوا لي على الرف من التجريح. ممكن احط حاجه تكون مثلا سلستين او حاجه، ساعات علب الجبنه ممكن تسيب اثر في الرف، ممكن تجرح لي الرف. فالحاجات دي بصراحه بتحافظ لي على الرف بتاعي يفضل نظيف، وكمان من التجريح من الحاجات اللي انا بحطها. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده انا بدات احط الادراج بتاعه التلاجة كمان، غسلتها ونضفتها.
بحب احط حاجه كمان في الرف، فانا كنت حاطه المفرش البلاستيك ده. هنا الرف ده يا بنات او الدرج ده انا عاملاه للفطار، لحاجه الفطار بتاعت الولاد، يعني بجمع فيه كل حاجه الفطار، من الزبده، جبنه، لانشون، كل الحاجات دي عشان الولاد لما يفتحوا التلاجة ما يدوروش ليا على الحاجات بتاعه الفطار. الصبح بيكونوا عارفين انا حطاها فين، فبيقوموا الصبح لما بيعملوا لنفسهم السندوتشات بيخرجوا منها الحاجات. زي ما انتوا شايفين كده بقى تحطوا الزبده. وكمان في الدرج اللي تحت بحط الحاجات الزيادات. الوقت بقى طبعا انا كنت عامله جايبه مشتريات الاسبوع من اللبن بقى والاجبان والحاجات بتاعه الفطار، فبدات احط ان كل حاجه في مكانها زي ما انتم شايفين. هنا اللانشون والطعميه والحاجات كلها الخاصه بالفطار. فوق كده بحط الحاجات اللي انا مش دايما بستعملها زي مثلا العجوه. كان عندي علب فيها مرته وحاجات من دي حطها فوق. يعني الحاجات اللي هي مثلا ما تبوظش معايا بطلعها فوق خالص ومش محتاجه درجه بروده عاليه. هنا بحط الخضار، بصراحه كنت بحطه الاول في العلبه، ولكن اكتشفت يا بنات ان العلبه بتخلي الخضار يعرق على بعضه وكمان فوق الفريزر على طول فبيبوظ. انما لما بدات احطه في الارفف كده لا بالعكس، بيقعد معايا فتره طويله جدا 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 وما بيعملش اي ميه ولا بيجرى له اي حاجه. وكمان كنت بغسل الخضار الاول، الوقت ما عدتش بغسله بصراحه، لقيته بيدبل في التلاجة، فبمسحه بس بمنديل كده وبدخله التلاجة معايا. شايفين بقى بتفضل نظيفه وزي الفل لفتره طويله، ما انتش محتاجه انك تغسليها كل شويه. لكن لازم طبعا تعملي الروتين الاسبوعي بتاعك فيها انك تمسحيها وتنضفيها، ولو متبهدل فيها حاجه بتظبطيها. ما تسيبيش التلاجة وتقولي لا هي نظيفه، لازم تعملي لها دورة اسبوع تفضل معاكي نظيفه طول الوقت، مش محتاجه انك تفكيها وتعملي لها روتين عميق كل شوية بتنضيفك طبعا وإيدك موجودة دايما فيها. هنا في الباب حطيت الحاجات اللي أنا مش بستعملها دايما أو مش محتاجاها، زي مثلا حبهان ومسكة وحبهان عندي بستعمل، فحط دول فوق. هنا حاطة بقى السوسات والعسل والمربى. هنا حاطة كل السوسات بقى اللي هي بتاعت السندوتشات حطيتها في الرف ده. هنا بقى حاطة الجبنة واللبن في الرف اللي تحت ده، يعني الحاجات اللي بنستعملها دايما حاططها تحت، والحاجات اللي مش بستعملها خالص حاططها فوق. والعلبة بحط فيها الخزين اللي هي من الأجبان والحاجات دي. بس بصراحة يا بنات العلبة الكبيرة مش عملية خالص. طبعا الولاد ما بيجي يشدوا العلبة مش بيشدوها من فوق، فحد شدها اتكسرت زي ما انتوا شايفين كده، قدر الله ما شاء فعل. فانا بحاول بقى ما تقلش على العلبة بتاعتي، وبدأت اخف منها، بقت احط فيها حاجات بسيطة جدا. تعالوا بقى ايه اللي عليه الدور النهارده في الغسيل، هو التربو بصراحه اللي انا كنت بحط فيه البصل والبطاطس. طبعا انا بمسحه كل ما باجي اعمل تنظيفه للمطبخ، بمسحه دايما وايدي فيه، ولكن من وقت بتحس ان الحاجه بتاعتك محتاجه غسله محتاجه تنظيفه. وطبعا انا كنت بغسله دايما في الصيف واطلعه بره في البلكونه ينشف معايا بس انا بصراحه مش هستنى الصيف، لان حسيت ان انا لازم اغسله وانضفه كويس، اعمله تنظيفه عميقه يعني. فشيلته من مكانه كده، خدت الدش غسلته كويس جدا زي ما انتم شايفين، وكمان نظفت مكانه تحت الرف البلاط وكمان دولاب المطبخ. وهبدأ دلوقتي نرصه مع بعض ونشوف هنحط فيه ايه. ده دايما ده يعني عندي شايل لي اهم حاجه عندي البصل. طبعا انا كنت جايبه بصل من السوق يا بنات، بصل السوق حلو جدا 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 بجد، ولا واحده بتكون فيه مش كويسه. فبحب اجيب بصراحه البصل، هو شويه غالي عن هنا ولكن ما بيكونش بايظ معاكي خالص في حاجه كتيره يعني. وكنت جايبه بطاطس وحطيت هنا البطاطس في الرف ده، وحطيت معاها البصل والثوم. ان شاء الله عايزه اجيب توم كمان علشان ابدا افرزه، بحب ان انا اكون فرمه الثوم كده واخليه عندي في التلاجة. هنا الرف ده بحط فيه بقى ايه، بحط فيه التونه، الحاجات المعلبات يعني، والحاجات اللي هي زيادة عندي في التوابل بتاعتي واللي هي التونة والصلصات والحاجات دي بحطها هنا. الرف ده انا حاطه فيه الحاجات اللي خاصه بالحلويات زي البيكنج باودر والفانيليا، وكمان كان عندي كاستر جبته هنا، واللبن البودر كمان جبته هنا، لان بصراحه بنساه يا بنات خالص استعمله في المعجنات، حطاه فوق الدولاب وبنسى ان انا عندي خالص لبن بودر. فنزلته هنا في الدرج ده علشان يكون قدام عيني. وكمان فرش المفرش ده بصراحه بيثبت الحاجه عندك، ما بيخليش تتحرك في الدرج وبتفضل ثابته معاكي. المنظم ده انا حطيت فيه ايه بقى، حطيت فيه الحاجات كلها الخاصه بالحلويات زي الكب كيك، الشوكولاته، ال- الكريمه، المكسرات اللي هي الاكواب المعياريه دي. لميت فيها كل حاجه هنا في المنظم ده صغير كده ما بياخدش عندي مكان.
العلبة اللي تحت دي انا حاطة فيها كل الحاجات اللي بنشكل بها بقى البسكوت والمعمول والكحك، لميتهم كلهم في علب الحلاوة دي. يعني العلب دي بصراحة بتنفع في الحاجات اللي زي دي، والمناقيش كمان حطهم كلهم في العلبة دي، لميتهم زي ما انتوا شايفين كده. وكمان حاطة هنا ده انا كنت جايباه بصراحة للرمضات المنظم ده وبس ما عجبنيش، فجبته هنا بصراحة احط فيه البيكنج باودر والفانيليا في جنب كده. وحاطة هنا المفرش اللي انا بفرد عليه المعجنات بتاعتي، والميزان وسمسم، طبعا محتاجة سمسم. كل ما اروح السوبر ماركت انسى بصراحة اجيب سمسم. بس كده هندخل بقى الحاجات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. وهنا الكاستر انا بصراحه ما فضيتوش في علبه، سبته زي ما هو، ما العلبه بتاعته شكلها حلو ومحكمه الغلق، وهو مش محتاج بصراحه ان انا افضيه في علبه، فسبته زي ما هو كده. طبعا مشينا على كل حته في المطبخ بتاعنا هننضفه، بما اننا هنعمل تنظيف عميق للمطبخ، وكل حاجه هتتنضف حتى لو انت منضفاها هنرجع ننضفها تاني. لان احنا طبعا في المطبخ، والمطبخ كل يوم بتطبخي وبتقلي وبتحمري، طبعا على حسب استهلاكك في القلي والزيوت والحاجات دي، ولكن من وقت للتاني محتاجه انك تمشي على كل حاجه. تعالوا بقى نرف التوابل بتاعتي ده اللي بيتبهدل معايا الايام دي كتير جدا. كان الاول طول ما انا بس اللي بعمل الاكل، فانا المطبخ عندي مترتب ومتنظم وما فيش فيه، ما بيتبهدلش وبقعد معايا فترات طويله. الوقت بقى بما ان ولادي بدأوا يدخلوا كبار ما شاء الله يعملوا لنفسهم الاكل، مثلا حد يجي من المدرسة عايز فطار، حد عايز يعمل له بيض مثلا، حاجات من دي، فبيدخلوا بقى يفتحوا الدرج وبينسوا نفسهم في الدرج خالص. بيتعاملوا كده يعني. طبعا انا لما بكون باخد الحاجه التوابل من الدرج بكون عارفه باخد الحاجه وبرجعها مكانها، بعمل بحذر شديد، عارفه ان الدرج تلاقي انتوا زي ما انتوا شايفين كده الدرج مفتوح على البوتاجاز على طول قافل المكان، فاللي بيبقى واقف بيفتح على هو بيعمل على البوتاجاز وبيفتح البرطمان على في الدرج، فعشان كده لو في اي حاجه وقعت منه بتقع في الدرج، فكده بتبهدل معايا كتير. ف ربنا المستعان. بجد انا بنضفه تقريبا يوميا يوميا، الدرج ده بتنضف معايا، لان بصراحه مش عارفه اتحكم في موضوع ان هم يعملوا ده. اتكلمت كتير، خلوا بالكم وانتوا بتستعملوا الحاجه ما تستعملوهاش تفتحوش على الدرج، عشان لو في حاجه وقعت منكم افتحوا على الحاجه اللي انتوا بتعملوها، ولكن ربنا المستعان. فغسلت المنظم ده زي ما انتوا شايفينه كده ونشفته كويس جدا، وبدات ارص فيه البرطمانات الصغيره دي. انا حاطه فيها بنات اللي هي التوابل اللي مش بستعملها كل يوم، يعني اللي هي بستعمل منها كميات صغيره في طول الوقت، فحطها في البرطمانات الصغيره دي. انما الحاجات اللي بستعمل منها كميه كل يوم كل يوم كل يوم حطها في البرطمانات الكبيره اللي انتوا شايفينها دي. ودي طبعا زي الحاجات الصغيره اللي ورا دي اللي هي الزعتر والروزماري، الشطه، الحاجات دي حطها زي ما هي في العلب بتاعتها. انما العلبة الكبيرة اللي انتوا شايفينها معايا دي اللي فيها الفلفل الاسمر وفيها الكمون والشطة، والحاجات اللي انا بستعملها يوميا. وطبعا ما كل حاجة اتمسحت، كل زراير الكهرباء كمان الماسورة دي مسحتها كويس جدا، والحاجات اللي هي اللي بنعلق فيها العلاقات ديت، كل حاجة هنا اتمسحت واتنضفت. طبعا مش هنبطل مسيح ولا هنبطل تنظيف، ولكن احنا بنشجع بعض كده في على الروتين. يعني تعالوا يا بنات بقى للناس اللي حابه، وطبعا غسلت الغساله بتاعتي اديتها تنظيف عميق، تنظيف الشارع بقى، عملت كل الاجهزه الكهربائيه بتاعتي. الناس اللي عايزه تجيب غساله اطباق ومش عارفه تحطها فين، بصراحه انا جبتها وحطيتها فوق الغساله بتاعه الهدوم. هما الاتنين عامله لهم صرف واحد في الميه، يعني بستعمل ميه وصرف كله في مكان واحد. حلوه جدا وعمليه، ولكن مش هتعرفي تستعملي الاتنين في وقت واحد، يعني لو هتستعملي غساله الاطباق مش هتعرفي تستعملي غساله الهدوم. بس فكرة حلوة عن انك بقى تكسري تحت الحوض، واللي ما عندهاش مكان زي كده زي حالاتي ما عندهاش مكان تحط فيها غسالة الاطباق، ففكرة حلوة انك تحطيها هناك كده في الدش. للناس اللي حابة يعني ومش عارفة، او شركة السكن او الشركة اللي مأجرة منها مش سامحة لها ان هي تحط غسالة، ممكن تجيبيها وتحطها فوق غسالة الهدوم زي ما انا حطاها كده. تعالوا بقى هنا وطبعا انا وريتكم الشباك اتنضف كويس جدا. هنا للمطبخ من فوق، دولاب المطبخ عندي هو اللي محتاج بصراحة تظبيط، انما المطبخ من تحت ما شاء الله عليه زي الفل، انا برتبه دايما وايدي فيه. ولكن هنا حبيت اعمل شويه تغييرات، بس ان انا طلعت كده المجات فوق ونزلت كوبايه العصير. يعني لما بيكون داخل علينا رمضان طبعا بنستعمل كوبايه عصير كتير، بحب ان انا انزلها تحت كده في متناول ايدي يعني. وهنا كمان طلعت الحاجات اللي انا ما بستعملهاش خالص، ده الرف ده ثابت معايا يا بنات، الرف اللي تحت ده انا مغيرتوش، لان دي الاطباق اللي بستعملها كل يوم كل يوم في الغرف. هنا كمان نزلت الحاجات اللي بستعملها في الحلويات دايما، واللي فوق الاطباق دي ما بستعملهاش كل يوم ولا دايما، فطلعتهم فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده شكل ترتيبي وتنظيفي للمطبخ، انا بس نظفته وغيرت حاجات بسيطه. اتمنى ان شاء الله الروتين بتاعنا ينال اعجابكم. لو عجبك فضلا وليس امرا ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه،
اشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله، مع السلامة.